في اصدقاء انا هجاوب على بعض كده اسئلتكم، لان في ناس سالتني فانا هجاوبها دلوقتي. في ناس سالتني انت اتعلمتي اللغه التركيه ازاي؟ هل انت درستي تركي؟ لا، انا ما درستش تركي يا جماعه، انا خريجه تجاره. واول ما جيت تركيا هنا كنت مستوى A1، يعني كنت يا دوب بس مستوى رقم واحد. وكنت حتى كنت بذاكره مع نفسي من الانترنت، من فيديوهات على الانترنت، من برامج اللي هي البرامج اللي هي بتعليم اللغة التركية على الموبايل. فأول بقى ما جيت تركيا خدت شوية كورسات كده خاصة، لأن ما كنتش ينفع ان انا ادخل الجامعة هنا علشان كنت حامل وكان بعيد. فخدت كورسات خاصة وما زلت، لأن أنا لسه مستواي متوسط. مع المواقف ومع ربط المواقف بالكلام اللي هو بيتقال، سواء معايا مع جوزي مع الناس او كده. فانا بدأت اللي انا يعني القط اللغة شوية بشوية، وبقت حاجة يعني بتعود، ومع الوقت ان شاء الله هبقى احسن، ومع الدراسة كمان. في تاني ناس سألتني انتي بقالك قد ايه هنا في تركيا؟ انا بقالي تقريبا يجي 5 سنين، لسه 5 سنين الا شوية، ممكن 4 سنين ونص. ايه تاني؟ اسم اولادي ايه؟ اولادي اسمهم اوزجن وانس، دولت اسماء اولادي، لان مامتي ما بتعرف، عيلتي في مصر ما بيعرفوش ينطقوا اسم ابني اوزجن. انا نفسي قعدت فتره طويله مش عارفه انطق اسم ابني، فقلت لا، صممت بقى ان اسم ابني التاني يكون انس، علشان الناس يعني وعيلتي يعرفوا ينطقوه يكون سهل. في تاني ايه؟ انا عندي 41 سنة. وايه تاني؟ تعرفت على جوزك امتى؟ ازاي؟ انا اتعرفت على جوزي عن طريق الانترنت يا بنات، وحتى حطيت لكم الموقع في فيديو كده، البنات اللي هي يعني مهتمية اللي هي تتجوز اتراك. بس خلي بالكم مش كل الناس زي بعضها يا جماعة. الانترنت سلاح يعني ذو حدين. في ناس كتير قوي بتلعب ببنات الناس وتوهمها بالزواج وتضيع وقتها من عمرها كتير. خلي بالكم من النقطة ديت. ايه اهم حاجة واحسن حاجة في تركيا؟ والله تركيا فيها حاجات كتيرة جميلة. يمكن من اهم الحاجات الموجودة في تركيا هي الحدائق المجانية، زي ما حضراتكم كده شايفين. حاجة جميلة جدا. يعني الواحد في متنفس الواحد يغير جو. بمناسبة اللي احنا قاعدين في البارك، فانا يعني ايه، هنقعد كده يعني حكاوة اصدقاء، واحكي لكم. هجاوبكم على اهم سؤال انتوا يعني سألتولي، انت ليه اتجوزتي تركي؟ اولا اولا الجواز اسمه نصيب. ما فيش حد عارف هو هيعيش امتى وهيموت امتى وهيتجوز مين ومش هيتجوز مين. فكل شيء اولا بيكون مقدر ومكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. وانا بيني وبينكم من زمان قوي انا كان نفسي لن اتجوز واخرج بره مصر. مفيش حد ما بيحلمش ان هو يعيش يعني مستوى احسن من المستوى اللي هو عاش فيه اهله. ومفيش حد برضو مش نفسه اللي هو يشوف عالم تاني، يروح دولة تاني، يسافر. في ناس امنيات حياتها اللي هي تسافر وتركب الطيارة. ديت كانت من ضمن امنيات حياتي لفترة من الزمن ان اركب طيارة. بعد كده بعد ما كبرت شوية، بعد ما وصلت بقى ال25 وال30 والحاجات دي كلها، فانتوا عارفين بقى نظرة المجتمع للبنت بعد سن ال25 او لما بتوصل ل30 تبقى نظرتهم ازاي وبيتكلموا ازاي. بس بيني وبينكم انا كنت واثقة من ربنا، وكنت حاطة هدف ان انا اتجوز واحد اجنبي علشان خاطر اضمن حقوقي كحقوق مرأة. لان انتوا عارفين طبعا يعني في مصر نسبة الطلاق كبيرة، وده مش معناه ان نسبة الطلاق قليلة في تركيا، لا، نسبة الطلاق هنا في تركيا عالية جدا، ونسبة العنف ضد المرأة يعني عالية جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بس على الأقل اللي أنا يعني الاقي ان في قانون بيتطبق وفي حقوق مرأة بتطبق. واحدة بتوصل للسن ال30 وال35 بقى الناس تبتدي تتكلم عليها، يقولوا لها كلام صعب جدا، يعني يأثر في نفسيتها ومعنويتها. بس انا ما استسلمتش يا جماعة. انا ما استسلمتش، انا كنت عايشة حياتي بالطول والعرض بأمانة. كنت بروح الأوبرا، كنت بروح حفلات لايف، كنت بروح الجالوريز اللي هي بتاعة الرسم، معارض الرسم والحاجات دي كلها. كل الحاجات ديت كنت بروحها بإمكانياتي القليلة وإمكانيات عيلتي ديت القليلة.
وانا مبسوطه وانا سعيده وانا راضيه. وكنت حاسه ان انا يعني اغنى واحده في الدنيا بامكانياتي البسيطه ديت، لان انا عرفت الطريق اللي انا اسعد بيه نفسي ازاي، وايه الحاجات اللي تسعدني. فما كنتش بقى يعني قاعده في جو الصعبانيات، وان انا مستنيه نصيبي ونصيبي هيجي نصيبي مش هيجي. لا، انا كنت واثقه من ربنا اللي هو هيجي، بس امتى الله اعلم. الله اعلم. ف بابا برضو الله يرحمه كان دايما بيحكي لي، بيقول لي يا رب اللي انا يعني اوصلك للمطار بايدي وما ترجعيش الا في الاجازات. للاسف يعني ربنا يرحمك يا بابا توفى قبل ما انا اتجوز وقبل ما يشوف اللحظات ديت. بس الحمد لله يعني قدرت ان انا احقق اللحظه ديت لوالدتي، ربنا يخليها، واللي هي تشوفني انسانه متزوجه، واللي انا اركب المطار وتوصلني. في حاجات بسيطة قوي، لكن ممكن تلاقي القصة دي تافهة، لكن معناها كبير قوي قوي قوي. وانا مبسوطة جدا ان انا قدرت ان انا احقق جزء من يعني من احلامي. مش لن اتجوز واحد تركي، لا، اللي انا آه، اعيش في مستوى احسن شوية، اللي انا اخرج من مصر. كان في يعني في ناس بتقول لي انتي تستاهل ان محدش يحبك، وانت ما تشرفوش، وانت ما تشرفوش، وانت ما تشرفيش، والكلام ده كله. ليه ما شرفش يا جماعه؟ ليه ما شرفش؟ انا عيلتي الحمد لله عيله كويسه وعيله طيبه وعيله بتخاف ربنا، والانسان اصلا اللي بيخاف ربنا واللي ما بيحبش المشاكل الايام ديت ده شيء نادر الوجود، وعيله نادره الوجود. فليه يعني ليه؟ هل الانسان دلوقتي احنا بنحكم على الناس اللي هم ولاد اصول او مش ولاد اصول بالفلوس اللي معاهم؟ لا، بالادب وبالاخلاق وبالعلم وبالطيبه وبالنية الكويسه من جوه. هو ده ابن الاصل الحقيقي، مش ابن الاصل الابن الاصل ده وابن الاصول ده ملوش علاقه بالفلوس ابدا يا جماعه، ملوش علاقه الفلوس ابدا. وعندي ثقه في نفسي، انا قعدت فتره ثقه في نفسي مش مهزوزه، لكن انا عندي الحمد لله ثقه في نفسي ان انا اطلع واتكلم معاكم دلوقتي، وان انا طلعت قبل كده اتكلم على الحاجات اللي مضايقاني والحاجات اللي انا شفتها. ده في حد ذاته ثقه في النفس، وايمان بالقضيه، وايمان ايه اللي انا بعمله، ومتاكده منه اللي انا بعمله. من اول ما دخلت البارك والستات عمال تبص لي، واضح يعني ان انا لبسي، وواضح ان طولي، واضح كل حاجه اللي انا يعني مش تركيه، فعمالين يبصوا لي كده. فعلشان خاطر ادارك كسوفي مسكت الكاميرا وعمال اتكلم معاكم. Ağaçları falan çekebilirsin bak. Hep bakımlıdır bak. Çimler falan hep bakımlıdır, tertemizdir. Belediye bakıyormuş bak. Görmediğim buradan çok şey. Çok geliyor buraya. الله، جميل جدا البارك. الواحد فيه من نعم اللي ربنا نعم على تركيا فعلا المساحات الخضراء والسهول. وكمان هنا منطقة أفيونكرا حصار مليانة سهول، فكل حتة تلاقيها فيها خضار. والمحافظة أصلا مشهورة، أفيونكرا حصار عامة مشهورة بالزراعة والإنتاج الحيواني. الله، bu park çok güzel. Bu park çok güzel. البارك ده جميل جدا. البارك ده جميل جدا. الله. İstanbul'da hani bir sene gitmiştik ya, Amerikan Parkı diye. Ha, İstanbul'da. Ona benziyor bak. Evet بنظر. İstanbul'daki parka benziyor. البارك ده عاجبني قوي، احسن من البارك الموجود في المركز نفسه. يعني ايه الجمال ده، حاجه واو.
ازيكم يا فريندز، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا متشكره جدا، ويعني من قلبي هديتكم وصلتني بتاعت عيد ميلادي، وكل الناس اللي كتبت لي تعليقات. انا مش عارفه اقول لكم ايه. ميرسي من القلب وشكرا من القلب على كل التعليقات الجميله اللي وصلتني. النهارده زي ما انتم عارفين طبعا انا بحاول استغل ان قبل ما الشتاء يجي بقى ونقعد في البيت الشتوي والتلج قبل ما ينزل، قلت ان احنا ننزل اروح مع جوزي. يعني هو طبعا بيروح يعني بيروح اماكن كتير قوي في المحافظه هنا، فانا بستغل الفرصه وبروح معاه بالمره ان انا اخرج من جو البيت، لان انا بقالي تقريبا 5 سنين ما خرجتش يعني في البلد قوي هنا. فبستغل الفرصه بقى اللي انا اخرج. انا في حته اسمها ابو الودين تبع افيون كرة حصار. المقاطعه ديت مشهوره بالانتاج الحيواني، مشهوره بالانتاج الحيواني، ومشهوره كمان بالقشطه. هنا عندهم مهرجان بيعملوا له القشطه يا جماعه، تخيلوا. جوزي النهارده عايز كمان ياكل قشطه بالقرع العسل وعليه عسل نحله. ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها يا رب، ولعدي اليوم ده على خير. انتوا عارفين طبعا حبيبتكم بتضعف قوي قدام الحاجات الحلوه دي. يعني ايه بضعف قوي؟ زي اي انسانه بتضعف قدام الحلويات. فيا ايه، هنعدي كده اسبوع نفسي راحه من الرجيم لحد ما ربنا يسهل كده ايه ونعدي الصيف على خير. حاجات حلوه يا جماعه. طبعا كل حاجه في ناس تاكل 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 ولا يبان عليها. انا اكل بس يا دوب لقمه الاقي الجناب من هنا طالع والجناب من هنا طالع. المدينه ديت يعني ليها ذكريات عندي. انا لما كنت بتوحم في ابني الاولاني انا كان نفسي في لبن جاموسي. هنا اغلبيه الاتراك يعني بيشربوا اللبن البقري. اللبن الجاموسي هنا الاغلى، لان مفيش جاموس اصلا كتير هنا في تركيا، في كله بقر. فكنت بروح المدينه ديت عشان خاطر يعني 70 كيلو وانا حامل، عشان خاطر نجيب اللبن الجاموسي ده من المقاطعه ديت. يا رب يومنا يعجبكم. هو يوم طبعا ما فيش يوم النهارده، ما فيش احتفالات النهارده، ما فيش يوم عادي جدا من حياتنا هنا في تركيا. انا وعيلتي التركيه حبيت ان انا اشارككم فيه، ويا رب يعجبكم. طبعا انا الشتاء هنا في تركيا هنا عامه، المحافظه هنا محافظه افيون كرة حصار هنا عاليه عن سطح البحر، فتلاقي ان الشتاء هنا بيكون فيه تلج جامد جدا. بتوصل درجه الحراره احيانا ل20 تحت الصفر، بتوصل ل15 كمان تحت الصفر. بيكون مفيش اصلا درجه حراره، بيكون بفتح البلكونه تحسي دي فريزر فتح في وشك. فالسنه ديت مش عارفه النظام هيكون ازاي. السنه اللي فاتت تلج قليل قوي نزل، يمكن لاول مره في افيون كرة حصار السنه اللي فاتت تلج ما ينزلش قوي زي كل سنه. السنه ديت الناس متوقعه تلج عميق يعني. بيفرحوا قوي بالتلج هنا في افيون كرة حصار، لان هو كمان مصدر رزق لتركيا. تركيا يعني من ضمن اسباب، يعني من ضمن اكتر حاجه يعني بتجيب لهم رزق هنا في تركيا عامه، في كل تركيا، هو التلج. لان في ناس بتيجي من الدول العربيه خاصه علشان خاطر التلج والتزلج على الجليد وكده. وبرضه في افيون هنا مشهوره طبعا بالمياه او الينابيع الساخنه اللي هي بتاعه السياحه العلاجيه. فكل ده مرتبط برضه بالتلج ومرتبط بالجو. فبيعملوا بقى صلاه استسقاء احيانا، وبيعملوا حاجات كتير قوي عشان خاطر التلج ينزل. المدينة بالودين ديت اول ما تدخلوا المدينه على طول تلاقوا الستات راكبين الموتوسيكل عادي، راكبين تروسيكل وبيسوقوا عادي، راكبين الجرار عادي، وعجلات عادي. هنا في تركيا عامه وفي المحافظه هنا الحاجات ديت عاديه جدا. اللي انت تشوفي واحده راكبه موتوسيكل مفيش مشكله، بتسوق عجله مفيش مشكله، بتسوق جرار مفيش مشكله. بيني وبينكم انا كمان عايزه اشتري لي عجله. انا كمان نفسي اشتري عجله، بس ايه، عجله بتاعت اللي هي سن مثلا 10، لان انا ما بعرفش ان انا اسوق قوي يعني العجل الكبير. بس ان شاء الله اذا اشتريت عجله يا اصدقاء باذن الله هفرجكم عليها، واحط فيها عجله من الناحيه دي ومن الناحيه ديت عشان خاطر ايه التوازن وكده. يا رب يومنا يعجبكم يا رب وتكونوا معانا. وانا بحبكم جدا يا فريندز، وميرسي جدا والله.